السلام عليكم أحبابي المتابعين، نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير. عدت بعد الغياب، واليوم جيتكم بتحضيرات رمضان أو عولة المجمد بإذن الله تعالى. الجزء الأول هذا هو المجمد تاعي، اللي شريته في شهر جانفي 2024. الحمد لله يا ربي، وأخيرا فرج علي يا ربي. ما كانش عندي كامل وين نخبي، مي دوكا تهنيت نخبي كلش غير ما طاحتش في يدي. لا مارك تاعو هي جيان، يرفد 247 لتر. الله يبارك عليه، يعني ما شاء الله. وهنا تشوفوا واش خبيت فيه. عندي هنايا هذا الصدور تاع الدجاج، انا كون ما نشري دجاجه نحي الصدر تاعها نحطو اكوتي خبيه. عندك هذو لي رونديل تاع فيونداشي، فيهم يعني يجو فيهم لي زيبيس، يجو هكذا. انا هكذا شريتهم 10,000 الوحده، عجبوني بزاف. عندي هنا شويه خضره منها زروديه. هذا الزرودية درت غليت الماء أقصى درجة الغليان حتى دار الفقاعات. درتها لداخل 2 دقائق، ثم مباشرة إلى الماء البارد، يعني 2 خطرات في الماء البارد. ومن بعد قطرتها ودرتها في كونجيلاتور هي وبقية الخضر، يعني نعمل هكذا كل الخضر. هذه لفت لا يقدمها. هذا الخرشف درته خليته للظلمة، يعني أغصن هذوك الرقاق طيبتهم، وهذاك الكبير خليته للظلمة بدون استعمال القارص، بقى محافظ على اللون تاعو. هذه لوبيا ماشطو، هذه غليتها نغليها كيما السلق ونخدمها. عندي هنا الكورجات، هذه للظلمة، نحفرها ونكونجليها، وقت اللي نجي نطيب نحشيها مباشرة ونديرها داخل المرق هكذا كيغلي، ما يصرى لها والو، ما تذبل ما والو، تبقى هي. عندي هنا التشينا، كوما يجيب الزوج تاعي نحي حبه ولا زوج نخبيهم. هنا حبة تفاح جابهم الدراري ما كلاوهمش، قطعتهم ندير بهم سلطة فروي. هذه طوماطيش تاع طماطم كونسيرفي، كوما يجيب نحي هكذا زوج ولا نكونجليهم حتى ليمت شويه. هذه حميصه. هنايا هذه طماطم تاع الحب، يعني قشرتها ورحيتها بلا شوار، يعني من الافضل نحولها القشور تاعها باش الشوار تاعنا ما يخسرش. ودرتها في ليمون تاع السيليكون وديكونجلي، بعد ما تكونجلات ديكونجليتهم. هذه كابويا. ومن بعد نغلي، ومن بعد نفورها، عفوا نفورها ونرحيها ونديرها كيما طريقه تاع الطماطم. هنا القارص قطعته رونديلات، وهذا الزست تاعو، يعني نستعملوه بزاف في رمضان، فوق البوراك، فوق لاصوص بلونش. عندك هنايا الزست تاع تشينا. هنا هذه الباطا جاب لي فيها بتي فور بصح ما رميتهاش، خبيتها باش كي نخدم هكذاك شي حاجه ندير داخلها. انا خدمت كروكي ودرتو داخلها. كي كي نص الصباح نحي حبات هكذا للزوج تاعي باش يتقهوى بهم كي يجي مع العشيه. خاطر لو كان نخليه برا 3 ايام ولا يقولك ما ناكلوش، يقولك رطاب، يعني هكذا يبقى هو حاجه ما صرات له. هذه ميني بيتزا خدمتها كي نحتاج نطيب لها برك لاصوص. هذا مركز القارص، رحيت القارص درت له كيلا قارص مع كيلا سكر، خلطتهم وخليتهم حتى ذابوا واندمجوا، ثم كونجيتهم. يعني كي نجي نستعمل الشربات نزيد لهم فقط 3 كيلات تاع الماء. وهذا الوصفه عطاتها لي واحد الاخت ربي يشكرها لحن الحياه. هذا فلفل، فلفل احمر من عند امي العزيزه، ربي يطول في عمرها، الله يبارك عليه. وهنايا راني رجعت كلش للمجمد. وبالنسبه ليا انا نديرهم في ساشيات كحوله، خاطر ما نخليهمش في هذوك لي ساشي تاعهم. تقدر دي فوا يتقطعوا كي تكونجلا الحاجات تقطعهم، يعني هكذا تجيني سهله نرفد ديريكت ما نكسرش كامل راسي. ونلتقوا في الجزء الثاني ان شاء الله تاع عاولة المجمد. هنايا بالنسبه للفلفل الاحمر، هذا شريته روطار، كنت شريته فورته ما كانش عندي باش نرحيه، هكذا مفور درته في الكونجيلاتور. ومن بعد جبدته دوكا ديكونجليتو رحيته. وهنايا وشنو لاشوار يخلي فيه القشور هذوك، نجو نطيبو دوك القشور كامل يطلعوا فوق المرق، يعني نعاود له بالرحيوه اليدويه ونديرو في ليمور سيليكون كيما درت الطماطم، ونكونجليه ومن بعد نديكونجليه ولا يمو كامل في ساشي. كي نجي نطيب نستعمل برك. ونتمنى ينال اعجابكم هذا الفيديو، ما تنسونيش جام من فضلكم بارطاج.